يا صباح الفل، عاملين ايه؟ حلقة النهارده هتبقى حلقة مختلفة شوية عن الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، لأن حلقة النهارده أنا مجهز لكم فيها أفلام مش حلوة بس احنا بنحبها. أيوه زي ما أنت سمعت كده، حلقة النهارده هتكون عن قصة أفلام ما كانتش حلوة أو السيناريو بتاعها أو قصتها مش حلوين، ولكن احنا بنحب الأفلام دي جدا. أول فيلم هنتكلم عليه النهارده وهو فيلم نزل سنة 2002، وخد بالك إن 2002 هي ليها نصيب الأسد في حلقة النهارده. 2002 زي ما كان فيها أفلام قوية جدا، كان فيها أفلام وحشة وكان فيها أفلام وحشة بس احنا بنحبها. أول فيلم زي ما بقول لك هو نزل سنة 2002 وهو فيلم صاحب صاحبه. أيوه هو الفيلم بتاع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي. الفيلم طبعا بلا شك واحد من اكتر الافلام اللي المصريين بيحبوها عموما او العرب عموما. الفيلم كان فيه افيهات كتير وفيه افيهات منه بتتقال لحد دلوقتي. لو لا يا حيوانات يا حيوانات، انا جايب الناس تهوهولي وتنونولي، انت عامل عيد ميلاد للدهله. لو احنا جينا بصينا على القصه بتاعت الفيلم هتلاقي انه تقريبا مفيش قصه. واحد مستني صاحبه او عايز يرجع صاحبه من الخليج علشان يشيل امه ويتحمل مسؤوليه البيت معاه. مش قصه قويه. الفيلم كله اغلبه كان مبني على الحوارات والاحداث اللي بتحصل ما بين اشرف وما بين هنيدي. الفيلم اغلبه كان بيسلط الضوء على فكره الصحاب وان هم قريبين من بعض وان لازم حد هو اللي يرعى اهل التاني والتاني هو اللي يسافر. ادى صوره كويسه جدا عن فكره الصحاب والعلاقه اللي بتبقى ما بينهم، ولكن كقصه للفيلم وكاحداث لا، الفيلم ما فيهوش قصه. ولكن احنا برضو بنحب الفيلم ده بافيهاته بكل حاجه موجوده فيه، بالمواقف اللي ما بينهم، بكل حاجه. تاني فيلم هنتكلم عنه وهو فيلم من بطوله محمد فؤاد واحمد ادم، وهو فيلم هو في ايه فعلا. الفيلم ده طول ما احنا قاعدين انت مش فاهم اي حاجه، هما بيهربوا بس. ما تقعد بقى عيب كده. ما انا لازم انزل، اقعد بقى. لازم انزل. اقعد 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 وانت ام. بس الفيلم طبعا زي ما قلت لك واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها عموما وبتضحكني. الفيلم فيه ضحك كتير جدا والمواقف الكوميديه فيه اتعملت بشكل لطيف، ولكن لو جيت تبص على قصه على سيناريو على حوار الحاجات دي كلها ضعيفه جدا. الاحداث كلها كانت مبنيه على الكوميديا وعلى المواقف اللي هم بيقعوا فيها وان انت هتضحك على الاحداث اللي بيقابلوها. لكن كقصه هما اتنين صحاب قرروا يعملوا فرحهم في يوم واحد، وهم رايحين الفرح في الطريق حصلت مشاكل، لقوا نفسهم بيواجهوا عصابات وحكومه وشرطه وخناقات. الفكره كرييتيف ومختلفه بس هي مش قصه، يعني هي مش قصه اقدر ابني عليها فيلم، ولكن الفيلم كان حلو جدا وافيهاته حلوه جدا واحنا لحد يومنا ده فاكرينها وفي افيهات بتتقال منها. وطبعا ما حدش هيقدر ينسى الاغاني بتاعت الفيلم ده، كانت واحده من احلى الاغاني اللي عملها محمد فؤاد. ومن هنا نروح للفيلم اللي بعده وهو فيلم لخمة راس. الفيلم ده بقى يعني مختلف شويه عن الباقيين. الفيلم ده قصته ما فيهاش احداث كتير، هو يمكن فيه قصه بس مش قصه قويه. هو شاب عايز يبقى ظابط ومعرف الدنيا كلها ان هو هيبقى ظابط، ولما ما بقاش خاف يكسر طموحات ابوه فقال له انا نجحت. فانت بقى بتعيش معاه طول الفيلم انه ازاي هيفضل يكذب على الناس ان هو ظابط وهو اصلا ما اتقبلش في كليه شغل. اهدى طيب، اهدى بقول لك، اهدى. بص ايدك، ابص ايدك ما ترفعش. الفيلم قصته مش قويه، ولكن الكوميديا فيه كانت معموله بشكل حلو. ده جزء كبير منه جدا يعود للاسطوره حسن حسني. الراجل ده يا جماعه بيدخل اي فيلم انا كده كده هضحك، انا كده كده الفيلم هيعجبني. الراجل ده احنا محتاجين نتكلم عنه لوحده، الله يرحمه طبعا، محتاجين نتكلم عنه في حلقه كامله لوحده عشان الراجل ده ما جاش ومش هيجي زيه. هلاقي ناس بقى في الكومنتات بتقول لي عادل امام و وناس كتير احلى منه. يا جماعه الزون بتاعت عادل امام حاجه وبتاعت حسن حسني حاجه ثانيه خالص. الراجل ده بجد في حته لوحده. الراجل ده وجوده في الفيلم عموما يخلي الفيلم ده ناجح. انت كده فكر مع نفسك، بص على اي فيلم انت بتحبه او كوميدي غالبا هتلاقي حسن حسني موجود فيه. فالراجل ده فكره وجوده على افيش الفيلم ده نجح بعيدا عن اي حاجه تانية. وده بالظبط اللي حصل مع فيلم لخمة راس. الاحداث كلها مبنيه على كوميديا مش قويه قوي، ولكن الزون اللي اتعملت او الحاله ما بين اشرف عبد الباقي وسامح حسين واحمد رزق وحسن حسني، الناس دي كلها عرفت تطلع منتج يخليك تضحك. هل هو فيلم قوي؟ هل هو فيلم تقول والله ده انا عايز اتفرج على لا هو مش كده خالص، ولكن هو فيلم حلو واحنا بنحبه. ومن هنا نيجي للفيلم اللي بعده وهو فيلم انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. واحد من اجمل الناس الله يرحمه يا رب من ممثله كوميدي، وهو فيلم ابن عز من بطوله علاء ولي الدين. علاء ولي الدين مفيش عليه شك، الراجل ده كوميديان درجه اولى، كوميديان صرف. الراجل ده يخش اي فيلم يقلبه كوميدي. ولكن في ابن عز وهو اخر فيلم عمله علاء ولي الدين قبل ما يتوفى الله يرحمه،
كان القصه بتاعته مش قد كده. نجاح الفيلم ده سببه كان ان الناس بتحب علاء. يعني في افلام كده بتنجح ببطلها، بتنجح بالممثل بتاعها، الفيلم نفسه ما بيبقاش قوي ولكن الممثل عشان الناس بتحبه بينجح. زي بالظبط اللي حصل من قريب جدا في فيلم المشروع اكس. الفيلم نجح كايرادات ولكن ده حبا من الناس في كريم عبد العزيز، مش ان الفيلم كان قوي. فبالتالي ابن عز كان نفس الفكره، كقصه هو مش قويه قوي. ودي تقريبا نفس قصه فيلم احمد مكي اللي هو اتش دبور. فكره ان راجل غني جدا وابوه اتجمدت كل حساباته في البنك وهو ما بيعرفش يتعامل مع الناس بره، ومره واحده لقى نفسه مش عارف يروح فين فبيلجأ للسواق بتاعهم. فهي نفس الفكره ولكن نجاح الفيلم كان مبني بشكل كبير جدا على علاء ولي الدين. الفيلم حلو جدا ولكن لو جيت تبص له كحبكه وحوار والكلب والناس الفقراء اللي معاه وازاي بنساعده، الفيلم بيوصل رساله ولكن زي ما قلت لك كده ورقه وقلم الفيلم طبعا واقع جدا. ولكن احنا بنحبه عشان علاء ولي الدين وعشان الكوميديا والافيهات اللي كانت فيه. ومن هنا نروح لاخر فيلم هكلمك عنه النهارده وهو فيلم الرجل الابيض المتوسط. طبعا يعني الفيلم ده ما عليهوش خلاف ان الناس كلها بتحبه، وما عليهوش خلاف ان هو واحد من اكتر الافلام اللي افيهاتها برضه لسه عايشه لحد دلوقتي. ده منظر واحد يخطف عيال يا جماعه. امال ايه ده؟ ده نسيبي وبسربه محدش له دعوه بيه. المر بالزياده والعربي سيطره. الناس دي يا جماعه كانت في حته تانية. انا حتى هو انا بتكلم عنهم لما بفتكرهم بضحك. الفيلم فعلا واحد من احلى الافلام اللي انت ممكن تتفرج عليها ككوميديا وكلايت، ان انت تضحك وتغير مودك وتروق الجو بتاعك وكده. لكن زي ما بقول هنرجع لقصه او حوار او اي حاجه من الكلام ده، لا طبعا. يعني ايه الفكره؟ ان هو واحد بيحاول يحمي بيته من ان هو يقع، فيحاول ان هو يسرق عزت ابو عوف، وعزت ابو عوف يمسكه ويهرب بيه ويفضل معاه على طول. لا، هي مش قصه، هي مش حبكه. هو مفيش حاجه كانت مضطره ان هو يفضل مع عزت ابو عوف، مفيش حاجه كانت مضطره عزت ابو عوف ان هو ياخده معاه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي كانت يعني منطقيه ان هي تحصل. فالقصه مش منطقيه والاحداث نفسها اللي اتبنت على القصه، بما ان القصه مش منطقيه فالاحداث نفسها مش منطقيه، بس المشاهد اللي ما بينهم والكوميديا اللي اتعملت كانت عاليه قوي، فبالتالي علت من الفيلم قوي. كل الممثلين في الفيلم ده ادوا دورهم بشكل قوي جدا، سواء سمية الخشاب، احمد ادم، عزت ابو عوف، ماجد الكدواني، كل الناس دي يا جماعه عملت الدور حلو جدا ولحد دلوقتي بيتذكر في تاريخهم في الشخصيه اللي اتعملت في الفيلم ده. فما فيش شك ان الفيلم ده واحد من اجمل الافلام الكوميديه اللي انت ممكن تتفرج عليها كلايت وضحك، ولكن بدون قصه. يعني ما فيش قصه. احنا بنحب الفيلم عشان بنحبه مش عشان هو كقصه حلو. ولحد هنا ابقى انا قلت لك على مجموعه الافلام بتاعت النهارده. لو عجبتك الحلقه وعايز منها حلقات تانية وعايزنا نتكلم عن افلام تانية، سيب لي رايك تحت في الكومنتات. قول لي ايه رايك في الافلام دي وهل انت بتحبها ولا لا، ولو في عندك افلام تانية عايزنا نتكلم عنها سيبها لي في الكومنتات وانا هرد عليها كلها. فما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتدوس سبسكرايب، ما بيتهيأليش ان هو هياخد من وقتك كتير، واستنى الحلقات اللي جايه. ولو عندك افلام تانية عايزنا نتكلم عنها سيب لي رايك تحت في الكومنتات وانا هرد عليك وهنتكلم عنها في الحلقات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله الحلقه دي هيكون ليها جزء تاني وهينزل قريب. اشوفكم على خير، سلام.